عن سعد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: من زارها فله الجنة. قال الإمام الجواد عليه السلام: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. عن سعد عن الإمام الرضا قال: يا سعد، عندكم لنا قبر. قلت له: جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو مكة، وأن لرسول الله حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد. من كراماتها سلام الله عليها ينقل السيد محمد الرضوي الذي كان أحد خدام الحرم الشريف يقول: كنت ذات ليلة نائما فرأيت في عالم الرؤيا السيدة المعصومة عليها السلام تأمرني قائلة: قم وأنر منارات الحرم. قديما كانت زيوت وتعلق لازم الأضوية، مو أضوية هذا الوقت، ذاك الوقت. وكان قد بقي لأذان الصبح 4 ساعات، مما جعلني أغط في النوم. مرة أخرى وإذا بالسيدة تأتيني للمرة الثانية وتأمرني بنفس الأمر، فأرجع أنام، ولكنها في المرة الثالثة صاحت بي مغضبة: ألم أأمرك بإنارة المنارات؟ فنهضت مسرعا وأسرجت الضياء منفذا لأمرها. وكانت تلك الليلة شديدة البرودة، وقد أغمرت الثلوج الأبنية والأزقة والطرق، ولكن في اليوم التالي كان مشمسا. وحينما كنت واقفا عند باب الحرم الشريف سمعت مجموعة من الزوار يتحدثون، ويقول أحدهم للآخر: كيف نشكر السيدة على حسن ضيافتها وحسن صنعها معنا ليلة البارحة، إنه لولا تأخرت الإضاءة المنائر لدقائق لكنا من الهالكين. فتبين أنهم قد ضيعوا الطريق لكثرة الثلوج. فهذا الاهتمام من السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لشيعتها ولزوارها. فقرتنا الأخرى كلمة الحفل، لكن قبلها إن شاء الله فدهوسة للسيدة المعصومة، وأريدك تشارك وتهز الحسينية لحب السيدة فاطمة المعصومة. يل عندك حوائج زور هذا البيت، يل عندك حوائج زور هذا البيت، وكلها تراني بحاجتك هالجيت. بنت موسى بن جعفر وش بعد خليتها عمها اخوتها، إن خاها يلطحت بشدة، إن خاها يلطحت بشدة.
إن خاه يلطحت بشدة إن خاه